للدرجات دي بتبنوا احلامكم على اذى الناس؟ عملت لك ايه دينا مراجيح كنت تسيبيها يا بعيده تربي عيالها؟ كلفت الموضوع بعد ما خدتوا كل حاجه اللي جواها واللي براها، نصبتوا عليها في فلوسها وخدتوا اعضائها وفبركتوا الدفن وهوب ارمي. بصراحة وما اكدبش عليكم، انا كنت متوقع ان الموضوع هينتهي لحد ما تطلع مرات ابراهيم شيكا وفاء عامر يطلبوا قدام الناس بحالة تحقيق من النائب العام في الموضوع ده، وكنت قلت خلاص الموضوع هينتهي هنا والكذبة هتظهر مين فيهم الكذاب، لحد ما جت بنت الرئيس حسني مبارك ما فتحت لايف واتكلمت كلام وربطت مواضيع ببعضها. حرفيا لو انت قدرت تفهم كل كلمة اتقالت في الفيديو ده هتعرف ان الخيوط متربطة ببعضها والموضوع محتاج تدخل فورا من النائب العام. ايه اللي قالته بنت الرئيس بما يخص الدارك ويب وموت دينا مراجيح والناس اللي ليها علاقة بتجارة الأعضاء وإن الوضع أكبر ما كنا نتخيل بكتير؟ لا، هنا بقى نقطة ومن أول السطر وتابع معايا كل تفصيلة في الفيديو ده. ولكن في البداية فضلا وليس أمرا، لو لسه ما اشتركتش في القناة شرفني إن أنت تنضم لينا وتكون واحد من العيلة الكبيرة بتاعتنا، وبذكر حضرتك إنك لما بتعمل لايك على الفيديو بيعلي من قيمته جدا. يلا بينا. اهلا بيكم مره تانية، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل بدايه الفيديو زي ما متعودين عايزين نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا هسيبكم مع اللايف يعتبر جزء كبير جدا منه ده اللي قدرت اسجله لحد اللحظه دي، وبما اني الكلام كتير جدا واللايف كان كبير جدا فاحنا هنقسمه لاكتر من جزء، فحضرتك هتسمع بدايه الجزء ده في الحلقه دي وهسيب لحضرتك التعليق. انا لا هقول هي صح ولا اقول هي غلط ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، انا مع الصح، انا مع الصح، أنا مع الصح. لازم تفهم دي وتحط تحتها 100,000 خط. أنا مش مع حد إطلاقا ولا بدعم مين على حساب مين، احنا بنجيب الكلام والرأي في الآخر هيكون للنائب العام والتحقيقات اللي هتظهر في الفترة اللي جاية، لأنه كلام خطير فوق مما تتخيل. تابع معي. اللي خطفته أم مروان الست اللي بتردح، ايه أخبارها؟ ها؟ اقسم بالله العلي العظيم لفتح فيكم واحده وعزة جلالة الله عليا النعمه عليا الحرام من ديني لو اديكوا الكلبشات. الله يرحم فلوس الداعمين اللي خلت عندك عقارات، الله يرحم الادويه اللي كانت اللي في الجدول اللي كنت بتوزعها على العشوائيات. اقول لك يا وليه موضوع امبابه ولا الوراق؟ ولا اقول لك البلطجيه اللي انت مشغلاها في خطف الاطفال؟ جايه تتشطري على هانم؟ طب ما جيتيش اتكلمتيني ليه وادعيتي الجنون عشان تعرفي ان حجتك ضعيفه؟ حتى معكيش ورقه تثبت اني انا كده. معكيش ورقه كده تقولي ان انا مضاربه في مخي. انا هجيب لك شهود على كلامك، على كلامي، ماشي؟ وناس كانوا بيراقبوكي، ماشي؟ وعارفينك كويس. اخبار الدكاتره بتاعت المهندسين ايه؟ بتاعت المسالك البوليه اللي في المهندسين، الدكتور ميم الف. ده انا بتاع مستشفى سين. اكمل ودار الفؤاد، اكمل الادويه، التامول، المورفين، المواد المخدره، الايس اللي انت بتوزعي كل البلطجيه بتاعتك في المناطق الشعبيه ومتوغلين. اقول لك ايه وانت فيكي كل العبر؟ ارسال مرحله قال بصي بقى، صوري بقى وانا بتكلم وروحي قدمي الفيديو بقى. انا عايزاكي تروحي تقدمي الفيديو بقى لمين؟ للجهات المختصه وقولي دي بتجري ان انا بتجري في القعده. ايوه يا اختي بتجري في البتاع دوت، بتجري وانت اللي كنت الوسيط التاني برضه في موضوع شيكا بعد وفاء عامر. ما احمد وهبه وعمر ابن المحبه موصيينك، شغالانهم. الله ينور، ممتازه، ده انت شاطره. فاكره يا بنت دينا مراجيح اللي موتوها عن طريق بوجو سرقها هو متولي حزين؟ مصيبه ان انا عارفه عنكم كل بلاويكم.
تلعبيش معايا، ها؟ وانت عارفه كويس ان انا مش ها؟ عشان انتي بتقولي ان انا مسيت فيكي حاجه بتعمليها وخايفه تتحبسي، وقلتي عليا ان انا كده، قلتي عليا ان انا مجنونه. على العموم، على العموم وديني وعليا الحرام من ديني ما انا عتقاكوا، عليا الحرام من ديني ما انا عتقاكوا. ثواني، اخبار ام مروان ايه بتاعت الوراق البحوث؟ ها؟ اخبارها ايه؟ اخبارها ايه اللي بتوزعيهم في اللجان، النسوان اللي بتجيلك عن طريق محمد عطوة، اخبارهم ايه؟ ها؟ بتاعت مساعدات الخير، اخبارهم ايه؟ ها؟ بتاعت مساعدات الخير، اخبارهم ايه؟ ها؟ بتاعت مساعدات الخير. عليكم السلام يا حبيبتي، ازيك؟ ازيك يا طنط همت، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يا رب ينجيكي من القرف اللي انت فيه ده. انت شفتيني من الاول خالص، من بعد موضوع الامن الوطني، من بعد ما ظهرت، من بعد من بعد الامن الوطني، صح؟ ايوه طبعا، لجان شفت القرف المكان اللي اللي كنت عليكي قاعده ده. فيه؟ ايه؟ الو؟ ايوه حبيبتي، كان شفت مكان مزعج. شفت طبعا المكان، بهدله شفت اللي انت المكان اللي فيها كنت طبعا. فيه؟ طبعا بهدله. ربنا معاك يا بنتي. تجندوا بقى البوابين، تجندوا الجن الازرق على قلبكم، ينقلوا لكم ما ينقلكمش، ما بخافش منكم. ولو عندكم الشجاعة تعالوا نسوني. والله اديكي عنواني. لا يا بنتي، خليكي في حالك، خليكي في حالك، ما تديش لحد عنوانك. لا هبعتلك هدية حلوة كده مع ام مروان، ام مروان يا سلمى يلي عمالة مستشيخة يا بت، مستشيخة. هو انت فاكرة حتة القماشة ديت، حتة القماشة دي هتنجيكي من اللي هيجيلك، اللي بتداري على تجارتك؟ ها؟ فاكرة معلش. الواد يا عيني اللي انت خطفتيه من امه في الوراق؟ الكلام ده كان من 2000 كام، 23 ولا 22؟ الواد يا عيني اللي امه كانت هتتفتم عليه اللي قطعتيه. العمارات والعقارات ومش عارفة الأدوية المغضروبة على القايس اللي بيتوزع على كله ده أنا هفتح لك. وريني بقى اللي عندك. أم مكة اختفت ليه يا جماعة؟ أنا مش لاقية لها حس. تعالي يا حلوة انت كمان، تعالي يا أم غسيل منتن، تعالي يا أختي، تعالي انت التانية. ولا فين أم جاسر؟ شيما ايه أخبارها كمان؟ لبست الدهب من هنا لهنا؟ دهب صيني، دهب صيني. المهم إن احنا بنغسل حلو قوي. ولا أم مين تاني؟ أم مين؟ أمهات كتير عندكوا قوي بيغسلوا حلو قوي، عاجبني غسلهم. هاي هاي، عاجبني أدائكوا، بس خلي عمر المحبة وهمة وأحمد وهبة ينفعكوا. استغفر الله العظيم. ده أنا محضرة لك مفاجأة يا حلوة، محضرة لك مفاجأة. لو بنت راجل يا سلمى رحالة ارفعي الفيديو ده للجهات المعنية. لو بنت راجل، انت تعرفي ان الولاية دي سمسارة اياها مع فوفة حبيبتي في موضوع شيكا. الحلوة العقارات، حلوة الأدوية، الجدول، حلو التمون، حلو الآيس. ده انت خربتي العشوائيات يا بعيدة، والذين مراجيح الغلبانة اللي انت قضيتي عليها دخلتيها في سكتك وقضيتي عليها انت وبوجي، ها؟ ومتولي حزين يا اللي دخلتوها في سكة الإدمان وموتوها.